السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا بنحب الشطة في أكلنا، ودايما بنعملها مع البيتزا أو المكرونة أو الأندومي. حتى الأندومي بنحب الشطة فيه. فأنا هعمل النهاردة الهريسة بتاعت الفلفل الحراق. السوق مليان، هنجيبه ونغسله وهننشفه، وبعد كده هنشيل منه البذر بالشكل ده عشان ما يبقاش فيه بذر كتير يعني، وهنحطه في الخلاط وهنضربه مع توم كتير، يعني راسين توم كبار وبابريكا ومعلقتين ملح ومعلقتين سكر، وهنحط فيها خل وشوية زيت، وهنضربهم كلهم مع بعض بالمضرب اللي هو الكبة، مش الخلاط بتاع الطماطم العادي، ده الكبة اهو. يتضربوا كده لما لحد ما ينعموا، بقت ناعمة خالص بالشكل ده. بعد كده هنجيب البطرمانات ازاز وهننشفها كويس من الميه، ما فيش فيها ميه، لازم تكون ناشفه عشان ما يبوظش الفلفل. وهنحطها فيها اهي، شكلها بص بقت عامله ازاي اهي. وهنحطها في البطرمانات. الكيلو عمل عندي البطرمانين دولت يعني حبه حلوين يعني اهي، شايفين الشكل. وبعد كده بعد ما نحط كل ده في البطرمانات، هنيجي على الوش كده قبل ما نغطيها هنحط عليها شوية زيت من على الوش عشان ما تنشفش من على الوش اهي. ولازم نتك عليها كده عشان ما يبقاش فيها فراغات هوا اهي. حطيت على الوش زيت بس كده، وهغطيها واحطها في التلاجة. عايزه تحطيها في التلاجة، تحطيها في الفريزر زي ما تحبي يعني. هي مش هيحصل لها حاجه، مش هيجرى لها حاجه عشان السكر ده يعني حافظه وبتحافظ عليها. كل سنه وانتم طيبين من مطبخ نهله. باي باي.